هنتكلم عن تقنيات اللي بيستخدمها اوباما في التحدث الجماهيري والكاريزما. اول حاجه بيستخدم تقنيه القصه، يعني لما بيدخل اجتماع او ما بيدخل بيتكلم مع حد بيحكي قصص مؤثره تاثر على الناس. في مثل بيقول لو اردت انك عايز تحكم العالم وتأثر الناس احكي قصه، لان احنا كائنات عاطفيه فعايزين القصص وعايزين المشاعر. دي اول حاجه، فالقصص مهمه جدا انك تدرجها في كلامك او في حوارك او في خطاباتك. هل ان انا احط اي قصص والسلام؟ لا، قصه تتفق مع المضمون اللي انت بتقوله. اتنين، اوباما عنده كلاريتي، عنده وضوح كبير وهو بيتكلم، يعني في اوبنس في الفم، في اوبنس في جسمه، فعنده وضوح كبير. ثلاثة، اوباما عنده فوكال فرايتي. الفوكال فرايتي ان هو بينوع في طبقات صوته، بينوع في مشاعره، بينوع حتى في الامثله اللي بيقولها. رقم أربعة، إن هو كمان بيدينا اكزامبلز كتير. اديني مثال على إن هو كان تحت التأمين الاجتماعي أول ما جه أمريكا، وإن هو كان شخص فقير قوي، وإن هو زيهم، اللي هو بيدينا أمثلة كتير. أوباما بيستشهد بناس قبله، بيستشهد بناس مؤثرة زي المهاتما غاندي، زي نيلسون مانديلا. انت ممكن تستشهد بناس كتير قوي تدعم الموضوع اللي انت فيه، حد خبير في الموضوع اللي انت فيه. ناس بتحب الاقتباس والاستشهادات. اوباما بيتكلم بطريقه ادبيه، يعني يقول لك نحن نرى الامل في عيون الحقيقه، في الحقيقه لها عيون، فبيستخدم اللغه الادبيه. اوباما بيبدا يدي اي كونتاكت للناس اللي حواليه، بيبدا يبص للسكشن ده وهو بيتكلم هنا، يبدا يبص للسكشن ده لو حد قدامه، يبدا يبص للسكشن ده. بيقسم الجمهور لسكشنز. انت لو بتكلم جمهور عريض ابدا قسم الجمهور لاقسام سكشنز، ودور على واحد في كل سكشن انت مرتاح انك تبص له وابدا خاطبه، اعمل اي كونتاكت معاه. اوباما بيعرف يعمل هوكس، بيعرف يجذب الناس اليه من خلال ان هو يعمل افتتاحيه قويه او ختام لكلامه قوي. اوباما بيحسسك بالانسانيه الموجوده عنده، بيبين الجزء الانساني، بيبين الورمث داخله. لو اتبعت تقنيات اوباما هتصير بروفيشنال سبيكر وهيصير عندك كاريزما زيه. بس التقنيات دي مش محتاج انك تعرفها نظري بس، لازم نطبقها عملي. واحنا في كورس التحدث الجماهيري والفوكال كاريزما بنطبقها عملي واحده واحده، وكمان بتطلع تعمل كل ده مع سكريبتات احترافيه، سواء خطب جماهيريه او قصص، او كمان ان احنا بنعطيك نصوص فيها مشاعر وفيها تلوين لصوتك اكتر. هنتكلم عن تقنيات اللي بيستخدمها اوباما في التحدث الجماهيري والكاريزما. اول حاجه بيستخدم تقنيه القصه، يعني لما بيدخل اجتماع او ما بيدخل بيتكلم مع حد بيحكي قصص مؤثره تاثر على الناس. في مثل بيقول لو اردت انك عايز تحكم العالم وتأثر الناس احكي قصه، لان احنا كائنات عاطفيه فعايزين القصص وعايزين المشاعر. دي اول حاجه، فالقصص مهمه جدا انك تدرجها في كلامك او في حوارك او في خطاباتك. هل ان انا احط اي قصص والسلام؟ لا، قصه تتفق مع المضمون اللي انت بتقوله. اتنين، اوباما عنده كلاريتي، عنده وضوح كبير وهو بيتكلم،